مرحبا بكم جميعا. عايز أتكلم في نقطتين بسيطات ومختصرات. في كثير في التعليقات بتاع كذلك مرتزقة النهب المسلح زايد عيال بيوت الطرابيش. طبعا الكذلك ايش بيكون لك يا ليسا ولد اللبوك، انت كان راجل انزل ميدان، وعيال بيوت الطرابيش يا عيسى ود ابوك، انت كان راجل تعال الميدان. وفي نفس اللحظة بتلقى الناس اللي بيقولوا الكلام ده صفحاتهم اسماء مستعارة، ولا كاتبين اسمائهم ولا خاطين صورهم. ونفس الجماعة ديل انتوا صحيح مواقع التواصل الاجتماعي دي بقت ميدان ولا هو حربة إعلامية؟ كان حربة إعلامية أنا موجود فيها منازل الميدان، وكن انتوا ناس ميدان شغل واحد بيجيبكم مواقع التواصل الاجتماعي ما في. أكان برجالتكم وكم بدخانكم الأشاوس قاعدين في الميدان أمشي لهم والله بيظبطوكم وبيعرسوا أمهاتكم الشوم فوق. أنا ده قاعد هنا في الإعلام ده بس ظاهر صورة وصوت وكاتب اسمي. أكان في راجل خارج البلد قاعد معي داير عني أنا جاهز. أكان ما عرس أمك في أوروبا دي بلد الخوايات دي، أقسم بالله شرفي ده قوم لأخواتكم ما خايف منك ولا شايفك راجل بيملي عينك كلها دد. أكان بيخاف منك وبتملي عيني ما كان طلعت صورة وصوت وعرفت مكان إقامتي وكاتب اسمي ثلاثي عيسى موسى حميدان. شغل واحد بخوفني ما فيه. النقطة الثانية برضو في ناس بيقول لي يا ابوك طبعا مرات انا عندي خارم بارم بطق بجاي وبنتقد تقدر الاجاوز زيت. طبعا الجماعة بيقول لي والله كلامك ده انت داير تعمل كرك عليه وداير تعود لحضن الوطن. حضن الوطن شنو؟ الدعامة دي والله كلهم لو مشوا حضن الوطن قاعد اللي حميتي الفارس والحمدان. انا والله ما حميتي، وحميتي ذاتك انقنع مشي هناك انا وحيدي. لانه يا جماعة انا اكون معك واضح، انا وقت عارضت دولة 56 دي والله الدعم السريع ده جزء لا يتجزأ منها. الدعم السريع والجيش كلهم كانوا مع بعض، والامن بيتحاربوا في دارفور وكردفان والنيل الازرق. انا ضدكم كلكم. فيبقى انا عارف مشكلتي وين يا اخي. انا ما الزول بمشي لدولة 56 ولا الزول قال حضن الوطن والشعارات دي. الحاجات دي انا اتجاوزتها زمان ما ادري ولله الحمد. الان عمري 35 عام، ولما معارضة نازل والله كنت اصغر من ده كتير جدا، يعني هسه كبرت خلاص. فما في حاجة اسمها حضن الوطن وحضن وشنو هو وشنو حضن الوطن ذاته. حضن الوطن ده بين حلاوة شلاتين. انا بعرف والله حضن الوطن ده حلاوة شلاتين. كان في رجال قالوا ماشيين حلاوة شلاتين والله بتلقوني معاكم قسما بالله العظيم. لو ما نزلت من خارج السودان ومشيت حلاوة شلاتين مع الرجال والله انا ما اطلع اتكلم، لكن غير كده ما عندي لكم حاجة ابدا. ما في حاجه اسمها حضن الوطن والكلام الفارغ ده. وطن وزعته السودان ده قسمته لدولتين، اراضينا كلها سلمتها للمصريين. خونه حضن وطن شنو بتحدث عنه؟ انتوا وطنيه وزول بيمارس الخيانه والعمل.